مرحبا بكم في أفضل حلقات الحوادث الخاصة لعام 2024. استمتعوا بالمشاهدة. قودوا بحذر. وفقا للمرسل، كان سائق الشاحنة البيضاء في حالة صدمة، ولم يستطع قول شيء، لكنه تحمل المسؤولية مباشرة. للأسف لم يعترف بأن هاتفا كان في يده وأن الحادث وقع لذلك. تقدر الأضرار المادية بحوالي 45 ألف يورو. لم تتمكن المرسلة من المراوغة هنا، واصطدمت السيارة الخلفية بها من الخلف. بحسب لورا لم يصب أحد بأذى والحمد لله. تم تحميل السيارة التي اصطدمت المسؤولية الكاملة. سائقة سيارة البي ام دبليو التي خرجت بعيدا جدا من مخرج محطة البنزين وكانت السبب الرئيسي للحادث لم تتحمل أي مسؤولية. ما رأيكم؟ هل كان من المناسب أن تتحمل سائقة البي ام دبليو جزءا من المسؤولية هنا؟ الضرر الذي لحق بالمركبة المرسلة يقدر ب7,000 يورو. كان رافائيل هنا يسير بسرعة تقريبية 120 كيلومتر في الساعة. لا، يا للهول. يبدو أن سائق البولو أراد بسرعة أخذ المخرج هنا ولم يرى المرسل. أراد الراكبان إلقاء اللوم على رافائيل وادعيا أن المرسل ببساطة قد انحرف إلى اليسار. بدون دليل فيديو ربما كانوا سيهربون بهذا الشكل. في النهاية كان هناك غرامة بقيمة 55 يورو لسائق البولو وتوجيه اتهامين بسبب الاتهام الباطل. لم يصب أحد والحمد لله. وفقا للخبير يتراوح الضرر في مركبة الإرسال بين 8,000 و 10,000 يورو. شو يعمل ده؟ يا إله. كان المرسل يسافر بمقطورة أكبر. بسبب حاجز موقع البناء لم يكن بالإمكان الانحراف أكثر إلى اليسار. بعد الاصطدام اشتكت مقيمة غير متأثرة بشدة من الضجيج. كان هناك إلى جانب تسجيل الداش كام شاهدان غير متورطين. الأضرار في السيارة المرسلة تبلغ حوالي 10,000 يورو. أعتقد أنه في السيارات الأخرى لن يكون أقل بكثير. هنا الأمر يتعلق بالكيا البنية أمامنا. أولاً، يتجاوز كليو وتوران من اليمين، لكن هذا يعتبر شيئاً بسيطاً مقارنة بما فعله بعد ذلك. أنت غبي بهذه الدرجة. أنت حقاً لا يصدق، أليس كذلك؟ لن أفهم أبداً كيف يمكن للناس أن يكونوا في عجلة من أمرهم للقيام بمثل هذه المناورات. لم يربح السيد هنا بالتأكيد أي وقت. سيكون من المثير معرفة مبلغ الأضرار، ولكن بما أن المرسل كان في سيارته الخدمية لم يتم إخباره بها. هنا الحديث عن السيارة التي أمامنا، حيث يقوم السائق بالضغط على الفرامل دون سبب واضح.
ما رأيكم؟ ما السبب في التوقف المفاجئ هنا؟ للأسف لم نحصل على مزيد من المعلومات حول هذا المقطع. على كل حال، إنها وضعية مزعجة للغاية. كان هذا كل شيء. إلى اللقاء في كان المرسل حسب أقواله يسير بسرعة 180. سائق الجولف أشار فقط أثناء تغيير المسار المفاجئ دون مراعاة حركة المرور. الحمد لله لم يصب أحد هنا. للأسف، كان المرسل يعاني من آلام أقوى قليلا في صباح اليوم التالي. سيارة المرسل تعرضت لضرر كامل بقيمة تقدر بحوالي 65 ألف يورو. وفقا للإرسال، تم اتهامه من قبل الخصم في الحادث بأنه كان يقود على جهة اليسار بشكل مفرط. بعد أن ذكر أنه لديه كل شيء مسجل على الفيديو، كان هناك اعتراف كبير وتم تسليم معلومات التأمين. لاحقا، ومع ذلك بقي على موقفه الكاذب ولم يرغب في تحمل المسؤولية عن الأضرار. بعد تقديم الفيديو لشركة التأمين للطرف الآخر، تم تغطية الضرر الذي يبلغ 750 يورو بسرعة. يضيف المرسل أن كاميرا لوحة القيادة هنا كانت جديرة تماما، لأنه بدونها لكانت القضية عبارة عن شهادة مقابل شهادة. لذلك، إذا لم يكن عندكم كاميرا لوحة القيادة في السيارة بعد، قوموا بإلقاء نظرة على وصف الفيديو. أراد سائق الكادي على ما يبدو أن يوقف سيارته على اليمين هنا. لا أستطيع تفسير سبب عدم استخدام إشارات الاتجاه وضرورة الانعطاف بهذا الشكل. الحمد لله كان الضرر مجرد تلف في الهيكل. بقي الوالدين والطفل البالغ من العمر 1 سنة دون إصابات. تم تحريك المحور ضمن الأضرار. إجمالي الضرر حوالي 19 ألف يورو.